هناك لاعب عندما يمتلك الكرة تشعر أن الملعب أصبح أصغر بالنسبة لخصومه. سرعته مذهلة، دفاعه قوي، وهجومه لا يرحم. لكن هل تعلم أن هذا النجم كان قريبا من أن يبقى لاعبا مغمورا؟ هذه ليست قصة ظهير أيمن فقط، بل قصة طفل مغربي أصبح اليوم واحدا من أفضل اللاعبين في العالم. هذه هي قصة أشرف حكيمي. فلننطلق. ولد أشرف حكيمي في العاصمة الإسبانية مدريد لعائلة مغربية بسيطة. كان والده يعمل بائعا متجولا، ووالدته كانت تعمل في تنظيف البيوت. لم تكن الأسرة تملك المال، لكنها كانت تؤمن بشيء واحد، أن ابنها يملك حلما يستحق التضحية. وفي عمر صغير دخل حكيمي أكاديمية ريال مدريد. هنا بالضبط ابتدأ الحلم. بعد سنوات من العمل وصل أخيرا إلى الفريق الأول. تدرب بجانب نجوم كريستيانو رونالدو، سيرخيو راموس، لوكا مودريتش. لكن المشكل آنذاك كان واضحا. في مركزه كان يلعب من؟ داني كارفاخال. وأصبح الحصول على دقائق اللعب شبه مستحيل. كان أمام حكيمي قرار صعب: إما الجلوس على مقاعد البدلاء وانتظار الفرصة وقد تطول، أو البحث عن فرصة جديدة. وهذا ما فعل بالفعل حكيمي. اختار الرحيل إلى بروسيا دورتموند الألمانية، وهناك بدأ العالم يكتشف لاعبا مختلفا. لم يعد مجرد ظهير، بل لاعب يصنع الأهداف، يسجل، يركض طوال المباراة بسرعة لا تصدق. في ألمانيا بالفعل ولد أشرف حكيمي الحقيقي. بعد التجربة الناجحة بألمانيا انتقل إلى انتر ميلان مع المدرب أنطونيو كونتي. تطور كثيرا خصوصا في الجانب الدفاعي، وأصبح كذلك أحد أهم الأسلحة للفريق، الأسلحة الهجومية. وساهم في إعادة لقب الدوري الإيطالي إلى إنتر بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات. ومن هنا بدأت الأندية الأوروبية الكبرى تتنافس على أشرف حكيمي. وصل حكيمي إلى باريس سان جيرمان. لم يتوقف عن التطور، لكن اللحظة التي غيرت مكانته عالميا كانت مع منتخب المغرب في كأس العالم. ركلة الجزاء الشهيرة أمام إسبانيا دخل بها التاريخ، ثم ساهم في وصول المغرب إلى النصف النهائي كأول منتخب إفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز. في تلك البطولة لم يكن حكيمي يمثل المغرب فقط، بل كان يمثل المسلمين والأفارقة. اليوم أصدقائي وصديقاتي، يتحدث الجميع عن سرعته، قوته وذكائه، لكن القليل فقط يعرف أن كل هذا النجاح بدأ وأصله من عائلة بسيطة آمنت بحلم صغيرها، من عائلة مغربية أصيلة آمنت بحلم صغيرها. هذه ليست مجرد قصة لاعب كرة القدم، بل قصة إصرار، تضحية، وحلم أصبح حقيقة. والآن جاء دورك. هل تعتقد أن أشرف حكيمي هو بالفعل أفضل ظهير أيمن في العالم حاليا؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك المزيد من أجمل قصص
كرة القدم. ولا تنسى أبدا كما هو معمول به في شعار في هذه القناة: كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة، بل هي قصة. سلام.